صباح الفل، ازيكم يا حبوبات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. فيديو جديد النهارده، وزي ما شفتوا كده من العنوان النهارده مفضلاتي بتاعه الوجه. بصوا حاجات قمر قد ايه. انا حاولت اختصرها برضو على فكره، بس دي اكتر حاجات بجد انا معلقه عليها. فيلا بينا على الفيديو عشان نشوف ايه اللي معانا في البوكس القمر دوت. بس قبل ما نروح على الفيديو منساش نعمل لايك وكمان سبسكرايب او اشتراك في القناه وكومنت صغنون قمر زيكم. وبس كده يلا بينا على الفيديو. عاملين ايه يا حبوبات في الساعة ديت؟ يعني بصوا التلج نزل، التلج نزل عندنا احنا المنطقة اللي احنا فيها ساقعة جدا جدا، فالحمد لله. بس برضو هفضل من عاشقة الشتاء، مش هقدر استغنى عنه خالص. ندخل على المفضلات بتاعة الوجه، دي اكتر حاجات بجد انا معلقة عليها، وبجد قمر قمر قمر. اول قمر معانا وهو الانفينيتي بتاع الصن بلوك، بجد خطير خطير خطير. انا كنت على فكره اللي متابعني عارف ان انا عاشقه لاروش بوزيه، طبعا سعره بقى هوبا، فقلنا نجرب حاجات جديده ونشوف ايه الدنيا كده معانا. فجربت الانفينيتي ده، كان عليه عرض 2 مع بعض وكان سعره حلو قوي قوي قوي. بجد جربته لقيته تحفه وحلو جدا، فواي نوت نجرب حاجات تانية ونغير من الحاجات اللي احنا واخدين عليها، بس سعرها بقى هوبا خالص. ده برضو يعني خلاص بقى من مفضلاتي، قمر قمر قمر. الملمس بتاعه كريمي ابيض تمام، و اس بي اف 50، فحاجه حلوه وبدون لمعه انتي شاينه، فرشحكم ان انتوا تجربوه. القمر اللي انا مش بستغنى عنه بقاله الاف السنين وهو البنسينول. ومره كده الصيدلي اداني واحد تاني مش اللي هو ده خالص، بس برضو مكتوب عليه بنسينول وبتاع، ما عجبنيش خالص ولا ملمسه ولا اي حاجه. تحفه بس مش بنستخدمه للوجه بجد. في بنات كتير بتستخدمه لوجهها، مع الاستمرار هتلاقي ان وشك بقى فيه مشاكل، بقى فيه مسام واسعه، بقى فيه حاجات انت مش هتحبيها خالص خالص. فهو ملمسه تقيل، فانا بقيت استخدمه للجسم كترطيب كايزي، كرجل كمان. لو حابه ان انا احط على كعب رجلي بيرطب ترطيب حلو جدا جدا. ده قمر بجد، ما بقتش استغنى عنه خالص خالص. بعده اللي مش بستغنى عنه خالص وهو الدكتور راشل بتاع السيرم الهالورونيك اسيد. مش عارفه الحروف النهارده متزحلقه مني كتير ليه. حلو جدا جدا لترطيب البشره. طبعا احنا عارفين ولازم بنحطه على وشنا وهو مندي، ما نحطوش وشنا ناشف علشان يحفظ الترطيب ويحبس الترطيب في البشره لاطول وقت. ده شكله جميل جدا جدا، وعلى فكره قاعد معايا بقاله فتره طويله، خطير خطير. وبالقطاره اللي احنا عارفينها دي بعشقها، فبنحط واحده كده بمبايه صغننه على ايدينا وبنوزعها على وشنا كله، بتلاقي وشك زي القمر. اللي بعده اللي عندي بقاله الاف السنين وكل ما بيخلص بجيبه تاني، وهو الكلي جلو. ملامحه متشوهه، انا اسفه جدا بس من كتر الاستخدام. وفي اس بي اف 40 على فكره، وبيدي جلو حلو جدا جدا للبشره. اما يكون وشي مرهق كده وتعبان وعايزه اديله جلو شكله حلو، بقوم حاطه منه بامب واحده على خدودي كده مثلا، او على وشي كله عادي على حسب المزاج يعني. ساعات ببقى كسلانه بحطه على خدودي بس كده، اللي هو بس يدي لمعه عشان الارهاق وكده. هو كريم نهاري وبيفتح البشره وحلو جدا جدا، وعلى فكره سعره حلو، بس بيبقى نازل عليه عروض على الموقع بتاعهم، بيبقى احسن ما تجيبيه لوحده بيبقى ب 250. لو جبتيه مع عرض تاني بيبقى الحاجتين من الاتنين ب 250. فارشح لكم القمر ده بقوه. اللي بعده وهو القمر ده لازم حركات مفاجاه كده عشان لو حد نايم منكم يصحى. هو ده الكافيارو قمر برضو، اتكلمت عنه في حلقه بجد من حلاوته. كريم هو تفتيح للبشره جميل جدا جدا جدا. هو بالكافيار وفيتامين سي، طبعا فيتامين سي معروف بالتفتيح. خطير خطير. وايتنينج كريم مكتوب عليه، وهو تركيبه هو بس مش فيه برضو سوري، ما فيهوش الفيتامين سي بس، لا هو العرقسوس وحاجات كتير قوي مكتوب على ظهره. زبده شيا وكافيين وكولاجين ورز المهدرج وحاجات كتيره كتيره كتيره. بصوا حاجات كتير قوي مكتوبه ورا بس كده. وهو برضو بيدي الوش نضاره حلوه قوي قوي، انا بحبها الصراحه. برضو ما وشي بيبقى مرهق بحب ان انا
الزق فيه واحط منه، بيدي تنويره حلوه قوي قوي للوش، وبيفتح فعلا الوش على الاستمرار. خطير، وارشحه لكم للبنات اللي بتسمر من الشمس كمان، ترجع من المصيف وشها محروق، الحاجات دي. وعلى فكره قعد معايا فتره طويله جدا، وسعره كان تقريبا ما عداش ال 100 جنيه او ممكن يكون يعني في الرينج ده، عشان برضو انتوا عارفين ان انا ضايعه في حوار الاسعار ده. وهو الايفا موديل ميك اب، خطير خطير يا جماعه. انا جربت على فكره انواع تانية، الغارنيه واللي حاجات كتيره. الغارنيه برضو مش هينفع نقول عليه كلام وحش، هو كويس كل حاجه، بس انا لما جربت الايفا ده ارتحت له اكتر، وحاساه ولا بيحرق العين ولا بيعمل اي حاجه في العين، بس بترجيه كويس جدا قبل الاستخدام عشان الزيت اللي فيه يختلط بالماء وتاخدي منه احسن نتيجه. خطير خطير، ومكتوب عليه ان هو كولاجين بحري، يعمل ان هو بيرطب البشره ومش بيسيبها ناشفه، وبالذات حوالين العين، فدي برضو كانت مشكله في الغارنيه وكانوا ناس كتير اشتكوا منه، فده لا مش بيعمل كده خالص خالص. ندخل بقى على الغسولات بتاعه البشره. جربت حاجات كتيره قوي يا جماعه، والله يعني مش قادره اقول لكم. انا وشي من النوع اللي هو معرض للحبوب، يعني اقل اهمال فيه بيظهر حبوب، اقل تراب، اقل مثلا ان انا اكبر له كده شويه واطنشه. فمن الغسولات القمر اللي جربتها بجد وعجبتني جدا جدا البايوديرما، سمعت عنه كلام كتير حلو للبشره الدهنيه، فجربته بجد جميل. وعلى فكره بيقعد كتير، يعني الحبه الرباعي الصغننين دول قاعدين معايا بقالهم كذا شهر، فحلو قوي قوي. انتي مش بتاخدي اكتر من بامب واحده وبتوزعيها على ايدك كده وبتعملي بيها وشك كله، وشك يبقى مبلول قبل ما تحطي عليه طبعا الغسول عشان يرغي معاكي. هو 200 ملي، حجمه حلو، والمشكله بس كانت في سعره، ان هو سعره غالي شويه، كان ب 200 وشويه تقريبا على ما اتذكر، مش عارفه دلوقتي وصل لكام. بس بجد في حاجات كده تحطي تستثمري فيها فلوسك وانتي قلبك مرتاح، اللي هو هيقعد معايا كتير، هشوف منه نتيجه حلوه. انا يعني بجد بحب كده، يعني اللي هو ايه، مش هروح ارمي فلوسي في حاجات رخيصه تبوظ لي وشي وما اشوفش منها نتيجه وتخلص بسرعه، لا انا احط فلوسي في حاجات زي دول. معانا وهو القمر ده، تمام، هو مكتوب عليه كافي ووش، ده اسمه، تمام. هو غسول للوجه زي ما احنا عارفين كده، وانا قلت وعماله اقول تاني وانسى واقول تاني، هو بالعسل وكافيار برضو والبيوتين، حلو جدا جدا للوش. كانت الدكتور كبهولي عشان وشي كان مليان في فتره حبوب، بالذات الحته بتاعت الدقن بتاعتي دي. هو دلوقتي فيه برضو بس مش باينه لكم قوي، بس بسيطه يعني. طبعا كنت مطنشه وكان بقالي فتره كبيره وقفته، بس رجعت استخدمه تاني. وبصوا قاعد معايا برضو بقاله فتره كبيره على فكره، بس الصراحه مش باجي ناحيته غير لما بيكون وشي فعلا فيه حبوب، لان هو بينشف الوش شويه. وما تسيبوش على وشك كتير، انت بتغسلي وشك بيه ثانيتين وبتغسلي وشك، لان الحاجات اللي هي الغسولات اللي بتاعت الحبوب بتنشف الوش شويه، زي البايوديرما برضو ما تسيبوش على وشك كتير عشان ما ينشفش وشك. وبعديه على طول بنحط المرطب علشان الدنيا تبقى حلوه. ندخل على البادي سبلاش، وانا مش هغوط قوي في موضوع البرفانات والحاجات دي عشان ما اطولش اكتر من كده، ممكن نبقى نتكلم عليهم مع الميك اب او اي حاجه تانية عشان ما اطولش عليكم اللقطه يعني على الفيديو، عشان ما اطولش عليكم الفيديو. معانا السبلاشات القمر دي اللي مش بستغنى عنها خالص خالص خالص، على فكره معايا من قديم الازل حرفيا. بصوا ده خلص خلاص اهو، الله يرحمه، هو برده مش عتقاه. وفي اللي هو الكيس ده امور برضو قوي، شجري شويه بس خطير. وما رشحش طبعا الحاجات دي ترشها وانت خارجه علشان ريحتها بتبقى ملفته فعلا، فالحاجات دي معروفه بنرشها في البيت بس علشان ابقى خليت ذمتي. تمام، هي حجمهم 50 مللي، صغنن ازاي، فحلوين ان انت تحطيهم معاكي في شنطتك لو رايحه مثلا مشوار بتاع، مش هنرش بره بس احنا هناخده معانا كده لو مسافره مثلا او حاجه، لو رايحه باتي عند ماما كده يعني، حاجات كده. فده حلو قوي 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 قوي. فانتازيا عشان اللي حابب ياخد سكرين شوت او حاجه. ده بالورد، وده شجري للي بيحب الحاجات المسكره، ريحته تحفه. واخر حاجه معانا الصغنن ده الامور، وهو الليب بالم من لونا. انا ما بحبش قوي يعني ما كنتش صراحه عليا في لونا قوي، بس قلت اجرب، شكلها عجبني وشكلها لقيته امور ومقطقط كده،
فجربتها دي بالفراولة، حلوة جدا وترطيبها جميل وسعرها برضو مش غالي. ده شكلها للي حابب يجربها. وفي منها بحاجات تانية، كان في بينك وفي ابيض شفاف تقريبا، بس انا بحب الحاجات اللي بتدي لون خفيف. النهارده يا رب يكون عجبكم وما كنتش طولت عليكم بالحاجات والاشياء اللي قدامي ديت. في فيديو ان شاء الله هيبقى المفضلاتي بتاعت الميك اب، دي حلقه هتبقى برضو طويله شويتين. ما تنسوش قبل ما تخرجوا من الفيديو تعملوا لايك وكمان سبسكرايب او اشتراك في القناه وكومنت صغنون، ونشير الفيديو لاصحابنا عشان كمان يستفادوا ويتفرجوا على اختكم ويشجعوها معاكم. بس كده يا حبوبات، اشوفكم على الف خير الفيديو اللي جاي. باي باي.